الاتحاد سيستعرض حمد الله بيتقدم بمري لا يتلاعب. الله عليك، لا 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 لا. أي مهاجم عائد بمثل هذه القوة لا يمكن أن توقفه، لا يمكن أن توقفه. حمد الله، أي عودة وأي ظهور. لكن شوفوا الاستعراض، شوفوا حمد الله والعروض التي يقدمها الآن. مر وصوب وعدت ولا لا؟ راح نشوف من أمام العبود. يا الله، شوفوا مرة أخرى، شوفوا الهداف، شوفوا الهداف. لا 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 لا. هذا المهاجم اللي يخلصك من أي مشاكل، من أي ضغط، من أي موضوع يخص العقم الهجومي. هذا لا يعرف إلا الشباك، هذا لا يعرف إلا الشباك. حمد الله والشباك قصة حب وعشق لا تنتهي. يسجل الاتحاد في هذا الشوط هو حل فردي، عدا ذلك لن الخطأ. كورنادو عرضية باتجاه حمد الله، حمد الله لا زالت. عبد الرزاق استلم ودور. لا 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 لا. يا مجنون، ظهر الجوهرة في الجوهرة، ظهر الجوهرة في الجوهرة وسطع المشع حينما ظهر ظهورا المباراة. الركلة الركنية الأولى للعميد، العرضية من كورنادو. هكذا تكون البدايات، وعن طريق من؟ عن طريق حمد الله. فرحة الاتحاديين لا توصف، فالجلاد قد عاد، قد عاد. والهداف، الحمد لله على حمد الله، الحمد لله على حمد الله، وحمد الله على السلامة يا عبد الرزاق. الله على الارتقاء، الظهور الأول في الجوهرة. يأتي الإشعاع الاتحادي في الجوهرة المشعة. عبد الرزاق يطير بين ثلاثة، بين اثنين، بين أربعة، لا يهم، فهو المهاجم. والمهاجم داخل منطقة الجزاء بالصدر اليمين. كورنادو العرضية، المحاولة. يا الله، السيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف قدميك يا حمد الله في الحالتين بتار، وسيف قدميك يا حمد الله في الحالتين بتار. السيف في الغمد أبدا لا تخشى مضاربه، أما أنت سيف قدميك في الحالتين بتار. يا لروعة حمد الله، يا لجمال، يا لهذا الخيال، يا لهذا العنفوان. الله الله الله. هذه الثالثة وهذه الختامية، هذا الختام، هذا الختام. يعني في أقل من 24 ساعة انقفلت كل هذا شبه الانطلاق على الطرف الأيمن. تقدم المحاولة الاتحادية، هل ينهيها؟ هل ينهيها؟ نعم، انهاها الساطي، انهاها الساطي يا عميد الملاعب. الله 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 الله. عبد الرزاق الأرقام، عبد الرزاق الكبرياء، عبد الرزاق الأهداف، عبد الرزاق النهايات. حمد الله وكفى. عبد الرزاق حمد الله دخل لينهي كل كلمات المحاضرة، دخل لينهي كل الكلمات، دخل لينهي كل الحكاية. الهداف عازف بكل مرة، واحدة من البيشي، واحدة من عوازف البيشي، واحدة من كلمات البيشي، واحدة من لمساتك، واحدة من سحرك يا بيشي، واحدة من عرضياتك يا بيشي، ووديها عند اللي. عبد الرزاق يا مجنون، يا مجنون. خلقت في الحسن فردا، فما لحسنك ثاني. كأنما أنت شيء حوى جميع المعاني، حوى جميع المعاني.
المكينة التي لا تهدأ ولا تتغير ولا تتأثر بتغيير الأقمصة والملاعب. شتاء مستمر ومطر غزير بالأهداف. بركان يا حمد الله، بركان لا يخمد وطوفان لا جللة لعبد الرزاق، حطها الجلاد يضرب ويجلد للثالث له والرابع للعميد. الله يا روح العميد، الله يا جمهور العميد، الله 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 يا حمد الله، يا جيش كامل عبارة عن جندي واحد. الاتحاد يضرب بالرابع في مباراة فظيعة. اليوم الكرة بتوصل على طول، اوبا الله، جيش كامل بجندي واحد. لقد سرق وزعر ليث الأطلسي. الله الله يا عبد الرزاق، الله يا حمد الله، الله 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 الله. يا جماعة العزاء لجيل سيأتي، لم يعش زمانك يا عبد الرزاق. أقول لهم للجيل القادم لقد فاتكم الكثير، لقد فاتكم أن ترون حمد الله على الطبيعة وهدف على الطبيعة، الله على العرضية من العبود، والله الله يا عبد الرزاق. الديربي الجداوي اتحادي من البداية ومن الدقائق الأولى 21 22 وفي الجولة 22 يضرب العميد وفي العميد، لكنه يبادل روما. حمد الله 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 الله، أول ديربي لحمد الله، أول الأهداف. الله الله يا عبد الرزاق، الله يا ليث الأطلسي، الله كبير، الله أول ظهور وقع على طول وما تأخر. بدري لليث الأطلسي، بدري للهداف الكبير، بدري لهدافي. شوف الاستقبال من تمريرة روما ثم في شباك الربيعي. نحن في ربيع العميد، بما أن حمد الله يعيش في أيامه مع العميد. عش ربيعا زائرا بهذا الاستقبال وهذه التسديدة. من يعرفه، نحن نتحدث عن شباك مفضلة دائما لعبد الرزاق، ودائما يظهر ليث الأطلسي، يظهر الآن. الله لقد ظهر، إنه رجل المباريات المفصلية. يظهر الآن ويتقدم الآن ويسجل أول أهداف اللقاء. نعم ليث الأطلسي يتقدم ويسدد. نعم وقعوا عليه غرامة لعدم إجراء مقابلة، هو يقابل الشباك وهي واقعة في غرقيطة اتحادية الآن لدى البيشي يبحث عن زميله، قال لي كرة راسية اتحادية. الساطي يضرب ولا يبالي، الساطي يضرب ولا يبالي. صديق الماضي ياتي بالثالث للاتحاد، ثالث أهداف الاتحاد
حمد الله ياتي بثالث اهداف الاتحاد. حمد الله واحتفال بأمير مولوده الجديد. هكذا يبدو في اللقطة الماضية ثالث هدف اتحادي. هذه المرة الكرة جاءت من لابود، اصطدت في الغنام، وصلت لدى حمد الله صد الجزاء، وهو من يتقدم لها ويضعها ويقول للجميع أنا حمد الله، وها أنا عدت إليكم من جديد، أنا ماكينة الأهداف، وأنا عدت لممارسة هوايتي من جديد، أنا من يهز الشباك ولن أتوقف عن ذلك، أنا من يسجل الأهداف. على طول ركلة جزاء، العبود يراوغ، يلاعب حمد الله بمر، يا الله حي الشتاء وحي ما جابه، حي حمد الله وحي أهدافه، حي حمد الله وحي أفراحه وطلقاته واحتفالياته. حمد الله جلاد على جو الاتحاد، جلاد على جو الاتحاد. يسجل عبد الرزاق ثاني أهداف العميد. اتجاه عبد الرحمن العبود، العبود حاول في كرة، عبد الرحمن العبود سيطرة على كرة بعد عودة بالكرة باتجاه انريكي، انريكي يلعبها عرضية، جول عبد الرزاق حمد الله، أول أهدافه مع الاتحاد. عليكم توخي الحذر، عبد الرزاق حاضر مع الاتحاد، موسم عودة النمور إلى الديار إلى المنصات. عبد الرزاق حمد الله يسجل الهدف الأول اليوم، يسمع زعير للليث الأطلسي وسط النمور. عبد الرزاق حمد الله يسجل أول أهداف الاتحاد في المباراة وسط غفلة مدافع الرائد. هذه الكرة العرضية، هذه الكرة إلى عبد الرزاق حمد الله، وعبد الرزاق يسجل أول أهدافه مع الاتحاد في مرمى الرائد. عبد الرزاق قوية في شباك الرائد وفي شباك كنتمنى تكونوا شباب استمتعتوا بالاهداف ديال الجوليادور عبد الرزاق حمد الله. من بعد ما استمتعنا بهاد الاهداف ديالو مع فريقه الجديد الاتحاد، كنبغي نفكركم بان عبد الرزاق حمد الله سجل اهداف كثيره مع جميع الفرق اللي لعب معها، لا سواء في المغرب او في الصين او في قطر او في السعوديه، مع نادي النصر السعودي ثم مع نادي الاتحاد السعودي. اليوم غادي يكون هذا الفيديو هو رد قاطع على السي والد الركراكي اللي قال لك ما غاديش يلعب عبد الرزاق حمد الله، اللي قال لك بان عبد الرزاق حمد الله ما كيعاونش في لا ديفونس وانما هو تسعود داخل الصندوق. كنتمنى تقولوا لي في الكومونتيرات الاراء ديالكم في الهضره ديال والد الركراكي تجاه عبد الرزاق حمد الله. واش المشكل ديال عبد الرزاق حمد الله مع والد الركراكي، ولا هو مشكل مع فوزي القجع رئيس الجامعه المغربيه؟ على كل حال نحن نحتاج عبد الرزاق حمد الله مع المنتخب الوطني في قطر في المونديال، خصوصا في ظل غياب هداف رقم 9 داخل المنتخب الوطني، وفي ظل إصابة النصيري وابتعاده اصلا على التهديف قبل الإصابة. كنتمنوا تقولوا لي الآراء ديالكم في الكومنتيرات، والى فيديو آخر من أهداف الجوليادور عبد الرزاق حمد الله إن شاء الله، والسلام عليكم.